السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الدكتورة وسام شعيب، طبعا الاسم اللي طلع ترند خلال الشهر اللي فات كتير جدا، وحتى الآن ما زال ترند وما زال متصدر الترند، وأي أخبار عن الدكتورة وسام شعيب بيتم التعامل معها باعتبارها ترند. اللي عملته الدكتور وسام شعيب وانقسم حول المجتمع المصري بين من يرى انها فعلت الصح او عملت الصح زي ما بيقولوا، وكشفت الحقيقه اللي كثير من الناس بيحاولوا يدفنوا دماغهم في التراب، والحقيقه اللي موجوده في مصر وهو الانحدار المجتمعي والاخلاقي المستمر والمتوازي. وبين شايف ان هي مجرمه لانها كشفت عوار وطلعت اسرار المرضى بتوعها اللي ما كانش ينفع ابدا انها تطلع اسرارهم. الجديد في الموضوع ايه واحنا بنتكلم عنها ليه؟ الجديد في الموضوع لان المحكمه اخلت سبيلها بضمان محل اقامتها وبكفاله 10,000 جنيه. وخرجت وسام شعيب واتصورت وهي خارجه وهكذا. طب هو ايه القصه؟ قال لك ان هي نشرت اخبار كاذبه ونشرت اخبار من شانها تجدير صفو المجتمع وتشويه صوره المجتمع، وان المجتمع بتاعنا ابدا مش كده. فوسام شعيب تخلت عن مبادئها الطبيه ونشرت هذه المنشورات، وقعدت تقريبا وسام حوالي 20 يوم في السجن، 4 ايام وبعدين 15 يوم، وبعدين تم اخلاء سبيلها امبارح وخرجت وسام شعيب الى منزلها. طبعا القضيه شغاله. طب انا عايز اسال بس سؤال، انا عايز اقول لمن يملكون زمام الامور في مصر، الهيئات المجتمعيه والمؤسسات القوميه ومجلس الوزاره وحتى الرئاسه، ان هل الكلام اللي قالته وسام شعيب موجود في مصر ولا مش موجود في مصر؟ هل مصر فيها تردي مجتمعي وتردي اخلاقي ولا مش موجود فيها هذا الكلام؟ هل هي اتبلت على الناس ولا الكلام ده بيبقى موجود بجد؟ هل انتوا عملتوا مسح واستطلاع راي واستبيانات تتاكدوا منها اذا كانت الاستاذه او الدكتوره وسام شعيب بتتبلى على الناس، بتتبلى على الناس، ولا هي فعلا كانت بتقول الحقيقة؟ هل اللي انتوا عملتوه مع وسام شعيب ألا يستحق انه يتعامل مع ناس تانية كتير بتدعو الى الرذيلة والانحدار في المجتمع والانحدار الاخلاقي؟ بالمناسبة انا لا ادافع عن وسام شعيب ابدا، لكن انا عاوز اضع النقاط فوق الحروف واكيل الامور بمكيالها الصحيح واوزن الامور بميزانها العادل. وسام شعيب قالت هذا الكلام، بس الكلام ده موجود في المجتمع يا جماعة، احنا بنشوفه يوميا في المسلسلات وفي الافلام وفي الدراما وفي التلفزيون، وبنشوفه في مسلسلات رمضان وغيرها. بنشوف التردي المجتمعي والتردي الاخلاقي، بنشوف ازاي بيتعامل المخرجين والمنتجين مع الفنانات والراقصات، وكيف يتعاملوا مع حتى الكومبارسات السيدات بيتعاملوا معاهم ازاي. لو بصينا مثلا دلوقتي وانا بكلم حضراتكم في مسلسل بيتعرض اسمه وتر حساس. وتر حساس هو فعلا مسلسل حساس جدا، لا يدعو الا لكل رذيله، ولا يدعو الا لكل اسم، ولا يدعو الا للانحدار المجتمعي. مسلسل بيصور ان العلاقات والخيانات والتجاوزات، وان ازاي فلانه مصاحبه فلان، وازاي فلانه خانت بنت خالتها، وازاي بنت خالتها يعني تسببت في ان اخوها يموت لانها اشاعت على مراته ان هي خانته وهي ما كانتش بتخونه، وسلطت عليه واحد يخش عندها البيت علشان ايه الخيانات دي. والمشهد الابرز في المسلسل ان حد من ابناء الطبقه المخمليه، يعني الطبقه المرفهه، الطبقه العاليه في مصر، ارتكب الاثم والخطيئه مع فتاه من الناس البسيطه، يعني اللي ساكنين في المناطق الشعبيه والعشوائيات، فما بقاش للبنت اي حقوق. واخت الشاب دوت قعدت تدافع عنه، ومش عارف مين قعدت تدافع عنه، وكانت المشكله الوحيده هو انت ليه تعمل كده مع واحده من دول؟ يعني هي دي مش من طبقتك. وكأن المشكله بقت في الطبقه وليس المشكله في الفعل اللي عمله الولد، واللي خلى البنت بعد كده تنتحر لانه هو ما عطاهاش حقها، والمجتمع والقضاء والاسره لم تعطيها حقها. في نفس التوقيت تجد ان حاجات كتير جدا بتحصل في مصر غير المسلسل وغير، يعني مثلا انا شفت فيديو امبارح الحقيقه لممثله والله ما اعرفها، اسمها رباب ممتاز. رباب ممتاز كان ليها لقاء من حوالي سنه او اقل شويه مع احدى المذيعات، بيتكلموا عن الكواليس اللي بتطلع واللي بتحصل في الوسط الفني، وبيتكلموا عن قالت مثلا ان محمد السبكي دخل عليا اللوكيشن وقال ان مش هينفع ابدا نتعامل معاها بهذا الشكل غير لما تقلع، قومي اقلعي هدومك. تخيلوا، قومي اقلعي هدومك. يعني الراجل المنتج دوت
بيقول لها قومي اقلعي هدومك. هل ده منطقي؟ هل ده طبيعي؟ هل ده مقبول؟ ولا احنا بس مشكلتنا دلوقتي بقت مع الدكتوره وسام شعيب وبس؟ ارجعوا يا جماعه وشوفوا المجتمع والتردي الاخلاقي اللي موجود في المجتمع، لان الموضوع زاد عن حده بشكل غير مسبوق. ربنا يستر على مصر والمصريين.